بمناسبة الكهرباء والنور، احنا ليه بنعمل مشاكل يا جماعة؟ فاضيين، احنا بنعمل مشاكل عشان فاضيين. صحينا من النوم لقينا نفسنا فاضيين ونعمل مشاكل عشان الكهرباء. ليه يعني؟ نفترض ان جوزك حبيبك عايز ينام والكهرباء مقطوعة والجو حر، هنكت عليك وعلى عيشتك واقول لك مسمع صوتك في البيت عشان عايز انام. هاتي مروحة يد وهوي عليه لحد ما يصحى. حتى ما واحد يد زي بتاعت العبيد بتاعت زمان. لما كانوا بيجيبوا عبيد، الواحد كان بيشتري عبد يفضل يهوي له. نفس الكلام، هو مشتريك دافع فيك، ما هو الكلام ده ثمنك. ده كان يعني هو اشتراك بالفلوس دي، وفضل يهوي له يهوي له يهوي له لحد ما يصحى. يلا مش مهم بقى ايدك تتشل، ايدك تتقطع، مش مهم، المهم المعلم ينام. وبعدين نام انتي. بعدين نام انت. قولي دقني لو تف عليك، مش بس لو هوالك، لا لو تف عليك دقني. وبعدين نحتاج نور ليه وجوزك الفرعون موجود؟ جوزك اصلا مولد للطاقه، بيفضل يزعق يزعق يزعق، وطول ما صوته بيعلى بيجيب سخونيه، فده بيسخن فبيولد كهرباء. احنا هنحتاج كهرباء ليه؟ محتاجة ليه نور وعايزة نور ليه، ونورك قاعد جنبك منور حياتك في الدنيا كلها. لا يا استاذه ياسمين، انت اللي منوره. نحتاج نور ليه وهو موجود؟ مولد كهرباء طبيعي رباني، قاعد جنبك. يعني واحد يشتري لك 5 6 مشتركات كده، ووصل لي الفيشه بتاعت السخان في مكان، والفيشه بتاعت الغساله في مكان، والفيشه بتاعت الموبايل في مكان، والفيشه بتاعت التلفزيون في مكان. لا مكان غلط، معلش، لا حطيه في صباعي فلوس صغير. انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ مجنون انت ولا ايه؟ نوره مغطي على نور الكهرباء، النور بذات نفسه قاعد جنبك. حطي له لمبه كده وحطيها على وشه زي الناس بتاع قصص الانبياء. عايزه نور ليه؟ اقعدي تاملي، تاملي في الضلمه في حلاوه وجمال وبشاشه وتوهج نور فرعونك. يا اختي هي طريقه تشوفه في النور عشان تشوفه في الضلمه يا عم، هما بيصدقوا انه يقطع عشان كل واحد ما يشوفش التاني. ما فيش حاجه اسمها اطفي التكييف عشان يرتاح وجوزك نايم، بتريحي التكييف من التعب. طب وجوزك؟ لا، هو العكس اللي بيحصل. هو جوزها اللي بيجي يقول لها التكييف شغال وعمال يعد عليا، وهو اللي بيدفع، فهو اللي بيطفي التكييف. حضرتك هي ما تصفي التكييف ليه؟ هي اللي بتدفع؟ لا، هي قاعده تحت التكييف عادي جدا. شقيان التعبان ما بيتعبش؟ ما ينفعش تريحيه من التعب هو كمان؟ يعني اختي يبقى مصاريف ومسؤوليات والدنيا حاطه عليه، ومدير في الشغل مزهقه، وكمان انت ما تتعبيه ما تريحيه، يعني مش كده يا مدام؟ يعني مش كده يا جدعان؟ التعبان ده ما تريحيه شويه، ريحيه شويه. زي ما بتخافي على التكييف وتقولي لهم طفوا التكييف عشان يرتاح، كمان جوزك قول لهم قولي لهم طفوا جوزي عشان يرتاح زي التكييف. حاجه مهمه جدا لشبابنا فراعنه، الفرعون الصغير الكبير بكل. حاجه صغيره؟ لا طبعا، يا نهار اسود، دي حاجه كبيره، حاجتين ثلاثه، اتفضلي. أرجوكم يا جماعة، أرجوكم بليز، أرجوكم 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 اشربوا مية كتير في الحر ده. شربوا ميه كتير وخشوا الحمام اكتر. كل ما تشرب ميه اكتر كل ما تخش الحمام اكتر، تفضل اليوم كله رايح جاي رايح جاي رايح جاي، كل من الحمام. الورد بيدبل وانتوا الورد بتاعنا. لا بصراحه احرجتيني، لا بصراحه احرجتيني. ده منظر ورد ده؟ بالله عليكي حرام عليكي. ده منظر ايه؟ حرام يا شيخ، كفايه كدب، هتخش النار بالقطر. عايزينكم دايما مزهزهين ومزدهرين ومصدر الأكسجين.